هوني لما بتلبس الفستان الزبوني أنا شو بنتبه إنه من تحت كله مستقيم ولا في مشاكل، في شيء طالع في شيء نازل، ولا كله مستقيم من تحت. لما بشوفه إنه كله مستقيم بهالحالة لما بدي أشتغله حاول يكون القص عندي قص مستقيم مثل هاي الحالة. شايفين نحن بدنا نقصره تقريبا إنش ونص، يمكن يعني إنش ونص، وهو مستقيم يعني ما فيه أي مشاكل. شايفين العلام اللي علمته أنا للزبوني على الأرض كله بخط مستقيم، ما في شيء طالع نازل، يعني الفستان شغله نظامي، قياساته نظامية من تحت. لذلك هلا شو بنساوي؟ بنقص الزيادة اللي ما بدنا إياها بخط مستقيم. يعني مثلا قصينا هذا الإنش وبنخلي نص إنش الخياطة، أنا مقصه على المفتوح. ليش على المفتوح؟ مثل ما حكينا لأنه هو نظامي ما فيه أي مشاكل، ونحن ما راح نعمل له مشاكل لأنه راح نقصه بخط مستقيم. هاي صارت شو هاي القماشة كلها بخط واحد يعني بعرض واحد. هذا البطاني أنا لما شفت الفستان البطاني طلعت على قد الأرض. بس شو راح نساوي نحن؟ راح نشيل هاي الخياطة ونعمل وحدة جديدة يقصر شوي بسيط، خليه يقصر شوي منشان ما يطلع لبرا البطانة، تطلع برات البدن من تحت ويكون معيبي. يعني هاي الزوايا بس نحن عم نفك الزوايا. نفس الشيء نحن فينا شو بس نقص الكفة القديمة ونعمل وحدة جديدة. لهيك جاهز على شو؟ على الخياطة. حبكي راح نعمله حبكي ونكفه كفة نص سنت أو سنت وخالص.